إذا كنت مسلم تعلم ما هي الأمانات الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفيديو لك. الأمان الأول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، أي أنه في حفظ الله ورعايته. الأمان الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الأمان الثالث، قل صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطاع، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح وكان موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة. الأمان ما قبل الأخير، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها 3 مرات لا يصيبه بلاء حتى يصبح، ومن قالها 3 مرات حين يصبح لا يصيبه بلاء حتى يمسي. أما الأمان الأخير وهو الخامس، قال: اللهم يا من لا تضيع ودائعه استودعتك نفسي وديني وأهلي ومالي وخواتيم أعمال، احفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا ليس بحديث وإنما هو مشتق من حديث. إذا كنت مسلم. اللهم بارك اخويا، هذا تبارك الله اخويا، ما كتلقى ما تقول اخويا في هاد البنات بحال هكا اخويا. استمر يوفقك الله لما يحب ويرضي، دمت بحفظ الرحمن ورعايته، احببتك في الله يا غاليتي. والله يلا شكرا لك. ما عرفت علاش هاد الفيديوهات ما تيطلعوش اخويا، هاد الفيديوهات نورمالمون خصهم يطلعوا لنا شي فيديوهات ماشي حتى اللي وشوف السيده تبارك الله والنور على وجهها. تبارك نور الله، نور قرب، نور على نور. الله يزيدك نور اختي، تبارك الله عليك، تحياتي ليك. وبارطاجيو هذا الفيديو اخوتي، وكثروا القلوبه، وكثروا القلوبه في كومونتيرات. سير على الله.